يلا نعمل مع بعض طريقة البيتي فور بطريقة سهلة وبمقادير مظبوطة على الميزان. بصراحة شايفين الجمال؟ بيتي فور فاخر من الآخر. يلا بسرعة نشوف الطريقة. أول حاجة معايا 625 جرام من الدقيق منخول و500 جرام من الزبدة وتكون ساقعة، 175 جرام من السكر البودرة، 3 بيضات و2 جرام من الملح ومعلقة كبيرة من الفانيليا. تمام كده. دي كل المكونات بتاعة البيتي فور. البيتي فور هنعمله بطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة. أول حاجة أنا الزبدة مقطعاها كده، هي طبعا معايا ساقعة لسه مخرجاها من التلاجة. هبتدي بقى إن أنا أضربها كويس جدا زي ما انتم شايفين. وكل فترة أنا هضربها لمدة 5 دقايق، وفي كل فترة هبتدي إن أنا أنزل الجوانب بالشكل ده وابتدي أرجع أضربها تاني لحد ما توصل معايا للقوام الكريمي ده. يكون قوامها كريمي، اللون بتاعها بيكون فاتح، لون أصفر فاتح خالص. وتاني حاجة يكون حجمها الضاعف. هبتدي بقى اضيف ال 175 جرام من السكر البودرة. تمام. وهضربها بقى كويس جدا لمدة برضو ما تقلش عن 5 دقايق لحد ما اوصل للقوام ده. شايفين القوام الكريمي؟ ممتاز جدا. الثلاث بيضات بقى هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الفانيليا، وابتدي انزل بيضة بيضة زي ما انتم شايفين كده. اول ما تختفي انزل بالتانية على طول. ننزل بقى بواحدة تانية واضربها بقى. اخر واحدة تمام هننزلها ونفضل نضربها لحد ما اوصل للقوام ده. شايفين الجمال؟ القوام بتاعه ناعم، كريمي خالص. هو ده اللي احنا عايزينه في القوام بتاع البيتي فور. هبتدي بقى انزل بال 625 جرام من الدقيق منخولين طبعا، و2 جرام من الملح. 2 جرام تقريبا، حوالي يعني اقل من ربع المعلقة الصغننة ملح. تمام كده. هبتدي بقى ان انا اقلبهم بالراحة جدا. تمام لحد يا دوب بس ما دي يختفي. اول ما يختفي كده تمام هبتدي اقسم المقدار عندي في طبق كده، ده الفانيليا. وابتدي اغطيه كده واركنه على جنب. والطبق التاني هبتدي اضيف معلقة كبيرة من الكاكاو الخام وارجع اضربه ضربة خفيفة بس كده لحد ما يختلط معايا وكده يبقى جاهز معايا. دي بقى 3 تبات من يعني خاصة بالبيتي فور. وده كيس، ده ضروري طبعا الكيس ده اللي احنا نستخدمه. كيس للمرة الواحدة، استخدام المرة الواحدة ممتاز بصراحة وحلو قوي. ومناسب جدا لعجينة زي البيتي فور او البسكوت مثلا، الزبدة اللي احنا عملناه مع بعض. عايزة اقول لكم الكيس بصراحة ممتاز، هتلاقوه موجود عند محلات المستلزمات الحلويات. وطبعا كل التبات دي او البلبلة هتلاقوها برضو في محلات مستلزمات الحلويات. تمام. انا مستخدمة اول بلبلة بالشكل ده اللي هو الشكل التقليدي للبيتي فور. وردة كده، هنعمل وردات كده صغيرة. طبعا الصاج بتاعي مش مدهون ولا نقطة زيت، ولا ندهنه زيت ولا اي حاجة. هو بس على طول هنستخدمه. وطبعا البيتي فور احنا حاطين له زبدة كتير، فما تقلقيش خالص، هيطلع معاكي ممتاز. ما تدهنيش الصاج خالص. هنعمل بقى الوردات كده الصغيرة دي زي ما انتم شايفين. تمام. طبعا نشكل البيتي فور يكون بعيد عن حرارة المطبخ. ليه؟ لان احنا هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180. تمام كده. لحد ما هو يكون يعني يكون سخن معايا. ببتدي بخلص الصاج اللي بخلصه بدخله الفرن على طول. تمام كده. هعمل برضو الاشكال دي، هعمل الشكل الطويل ده بيبقى حلو قوي. تمام. نحاول ان احنا نصغره. شايفين؟ قوامه ممتاز. هبتدي بقى ادخل الصاج ده. طبعا أنا كل ده زي ما قلت لكم ان انا مجهزه الفرن سخن بدرجه حراره 180. تمام كده. بدخلهم على الرف الاوسط في الفرن. هسيبها لمده من 10 ل 12 دقيقه بس يا جماعه، ما نكترش عن كده. ونخرج البيتي فور وما يهمكيش هيطلع معاكي احلى بيتي فور دايب. انا الطريقه بتاعت البيتي فور دي بقالي سنين بعملها، وبصراحه يعني محدش دقها الا وسأل عليها. لاني بصراحه جميله جدا. بيتي فور ناعم قوي وبيدوب في البق. اول ما بخلص ال10 دقايق طلع معايا بالشكل ده، من 10 دقايق ل 12 دقيقة بالكتير بطلعها بالجمال ده. شايفين الجمال؟ ممتاز. ما بحركوش بقى لحد ما الصاج يبرد تماما. ببتدي بقى بعدها اني انا احطهم كلهم كده في الصاج. تمام. ونوفقهم بقى مع بعض، الوردات مع بعض، واللي هي الاشكال اللي هي الطويله دي برضو مع بعض. وهنا طبعا مجهزه مربة المشمش. تمام كده. هحشي بيها البيتي فور. ومجهزه كمان شوكولاته. الشوكولاته دي انا جايباها شوكولاته دريم. تمام كده. بقطع البندق.
لذيذه قوي قوي قوي، حلوه قوي، جميله جدا بصراحه. ابتديت ان انا حطيتها على طول في كيس الحلواني، وابتديت ان انا استخدمها في حشوه البيتي فور. بصراحه حلوه وطعمها تحفه تحفه تحفه. ودي مربى مش كريمي عادي، ببتدي ان انا بطلعها كده من البرطمان واضربها بالشوكه كويس جدا، يعني اتاكد بس ان ما يكونش فيها اي تكتلات، وابتدي ان انا اضيفها في الكيس، وافتح الكيس فتحه صغيره، واوفق بقى الاشكال والوردات بالشكل ده، وبعدين الزقهم بالجمال ده. شايفين الجمال؟ انا عملت بقى الفانيليا ميكس بقى، عملت الفانيليا منها بالمربى اكتر حاجه، وعملت كمان بالشوكليت، عمل حشيته برضو شوكولاته. تقدري بقى تحشي كمان لوتس، تقدري تحشي اللي هو صوص البيستاشيو، تقدري كمان تحشي بشوكولاته بيضه. اللي انت حباه تقدري ان انت تستخدميه. في بيستخدموا شوكولاته بس بيدوبوها يحشوا بيها البيتي فور، مفيش اي مشكله، بس انا بحب ان انا احشيه بالشوكولاته دي بصراحه. يعني نتيجتها حلوة قوي. وابتديت برضو اعمل واحدة واحدة، اعمل واحدة يعني شوكولاتة وواحدة فانيليا، ان انا احشيهم كده مع بعض. تمام. بحشي بقى الكمية كلها وبخلصها. اهم حاجة تكون الوردات كلها على بعض مع بعض. واهم حاجة واحنا بنشكل البيتي فور في الصاج قبل السوا، نبقى عاملين الاعداد متساوية، متساوية عشان تكون كل يعني كل واحدة ليها التانية، نعملهم كده بعدد زوجي. تمام كده. ويطلع معانا بقى بالجمال ده. انا هنا بقى خلصت الكمية كلها، ودوبت بقى شوكولاتة، شوكولاتة شيبس عادي او قطع شوكولاتة زي ما تحبي. وابتديت ان انا ضفت لها معلقة من الزيت وقلبتها كويس جدا على وسيحت برضو شوكولاته بيضه على حمام ميه برضو، وضفت لها الزيت وقلبتها كويس جدا عشان الزيت يدي لمعه حلوه قوي للشوكولاته واللي انا هحطها على البيتي فور. وابتدي بقى اغمسها بقى بكده بالشوكولاته الدارك او بالحليب زي ما تحبي، او الوايت شوكليت. ونقدر بقى نستخدم بقى ايه، فستق، بندق، لوز، فول سوداني، زي ما تحبي، جوز هند، يعني المتاح عندك تقدري ان انت تستخدميه. اعملي اللي انت حباه، والطعم اللي انت حباه تقدري تستخدمي. ممكن تستكفي بالشوكولاته بس، ممكن اصلا تستغني عن الشوكولاته خالص وتسيبيه برضو كده، هيبقى برضو معاكي تحفه. طريقه البيتي فور دي زي ما قلت لكم تحفه، انا بقالي سنين بعملها. البيتي فور طب ناعم، وبيدوب بيدوب بيدوب في البق، حاجه كده في منتهى الجمال. مش قادره اقول لكم على جماله بصراحه، طعم حكايه. بس كده. بعد بقى ما اخلص الكميه كلها، ابتدي بقى ارصها بقى في السيرفيس، في سيرفيس التقديم، وتبقى كده جاهزه معايا بصراحه للتقديم. بعد بقى ما اخلص اهم حاجه الاول الكميه كلها. هنا بقى خلاص بعد ما رصيتها بقى بصراحه في السيرفيس، عايزه اقول لكم شويه بيتي فور فاخر من الاخر. بتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه وتجربوها. باي باي، رمضان كريم، اشوفكم على خير.